السيلف امبلوي. اليومين دول الضرايب شغالة وكل واحد عاوز يعمل حركة حلوة ان هو يعلي الرقم بتاعه عشان يقدر يشتري البيت. بس اللي بيحصل كالتالي: بتعلي الضرايب، تدفع مبلغ وقدره، وبعد كده بيحصل ايه؟ تقول لك لا 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 يا عم، ده انا هنزله بعد كده وايه والدنيا تبقى اخر حلو. طيب خلي بالك بقى من نقطة واحدة: العلو الجامد والنزول الجامد، المعلم الاي ار اس هيقول لك ايه كده؟ ريد فلاج. يا جورج في الموضوع ده في حل؟ في حل. اليومين دول بنستخدم البنك ستيتمنت. المبيعات بتاعتك كام؟ فبناخد 12 شهر نشوف الافريج بتاعك ايه، ونقول لك يا عم ده احنا كده حسبتنا الانكم بتاعنا كذا. طب يا جورج هما بيعملوا كده ليه؟ عشان هو طالبين منك 20% داون بيمنت. فلما بيطلب منك 20% الريسك بتاع البنك اقل بكتير. يقول لك الراجل ده خلاص داخله البيزنس بتاعه بيعمل كاش فلو، ويبقى كده 100 100. يلا يا عم نعمل له ايه؟ كل حاجه. طيب يقدروا يعملوا ايه؟ يقدر يشتري بيت، يقدر يعمل ريفاينانس، ويقدر يعمل منه كاش اوت. وبرضه لو عاوز سكن لون ممكن يتعمل سكن لون. فكر قبل ما تعمل الضرايب علشان في حلول تانية. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عايز تتكلم معايا خش على gmbrokerage.com ونتكلم مع بعض.